السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، حانت لحظة الحسم هنا وبالتحديد في اياب نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية، كأس الاتحاد الافريقي النسخة 21 التي انطلقت بهذا المسمى منذ 2004 ما بين فريق نادي الزمالك المصري صاحب لقب في هذه البطولة 2019 على حساب المنافس النهارده اللي يواجه نادي الزمالك. حمزة المسوسي، مليون مبروك النهارده. الله يبارك فيك، مليون مبروك للجمهور هذا الكل. احساسك ايه بقى اول ما نزلت الملعب وشفت جمهور الزمالك؟ والله الحقيقه عندي 4 سنين في مصر، اول مره نلعب ضد جمهور كما هذا. ما نعرفش علاش، ما يعني مش كل ماتشات كما هكا بصراحه. طعم اخر وحماس اخر وشفتوا الجمهور يعني كان على مستوى الحدث. بالنسبه لي نحب نشكره ونقدم له تحيه ونقول له الجمهور هذا يستاهل اكثر من الكونفدراليه، والجمهور هذا حرام يروح فرحه متغش، حرام يروح زعلان. حمزة، توعد جمهور الزمالك بايه؟ يا صح والله يا رب. توعد جمهور الزمالك بايه؟ جمهور الزمالك ان شاء الله الموسم الجاي بطولات ان شاء الله. الف مليون مبروك يا حمزة. الله يخليك. حتى مليون مبروك النهارده يا شحات. طبعا يعني ببارك لجمهور الزمالك كله طبعا. اول بطوله ليا. البطوله ليك مع نادي الزمالك بقالك 3 شهور. الحمد لله كله فضل ربنا، يعني الحمد لله جمهور الزمالك هو الدافع الوحيد الرئيسي للفوز النهارده. طبعا بنشكرهم كلهم ان هم في ورانا دايما، والحمد لله يعني ان شاء الله بالمزيد من البطولات باذن الله. عايز اعرف احساسك اول ما دخلت الملعب وشفت الجمهور العظيم ده. لا احساس طبيعي يعني احساس عالمي اكيد طبعا. يعني جمهور طبعا اكيد من زمان، والحمد لله يعني ربنا كرمني وحققت حلمي الحمد لله. من صغرك وانت زملكاوي ومن طفولتك وشفنا لك تيشيرت الزمالك. اكيد طبعا الحمد لله. تقول ايه للجمهور النهارده؟ مبروك طبعا، الجمهور كان يستحق البطوله دي طبعا، واكيد ان شاء الله بالمزيد من البطولات باذن الله. مبروك يا شحاته ومزيد من التألق. احسن لعيب في مصر وانتظروه. محمد عواد نجم نجوم نادي الزمالك. يا عواد، مليون مبروك النهارده. ألف مبروك، ومبروك لكل جماهير نادي الزمالك، ومبروك البطولة، وإن شاء الله تبقى بداية إن شاء الله البطولات كتير جاية. صعب يا عواد. أكيد طبعا بنشكر طبعا جمهور الكبير اللي حضر النهارده، هم كانوا كلمة السر النهارده، وبنهديهم البطولة، وإن شاء الله تبقى بطولة. أنا عارف إن أنت تعاملت على نفسك ولعبت وأنت كان عندك إصابة، بس هي دي رجالة الزمالك. لا أكيد طبعا، كل الناس كلها رجالة، وكل اللعيبة كلها أبطال. كل اللعيبة لما بيجي لهم فرصة بيتحملوا على نفسهم، بيتحملوا وبيبقوا رجالة. فبنشكر الناس كلها اللي كانت بتساندنا، والحمد لله. كلمة بقى للجمهور العظيم ده. طبعا بنشكرهم طبعا، هم سبب الاول والاخير في البطوله، وان شاء الله تبقى من اول بطوله ان شاء الله. عواد مبروك. احمد عبد الرحيم يا ايشو، انت ما كنتش موجود النهارده ومش موجود في قائمه المباراه، بس ببارك لك النهارده، مليون مبروك، اول بطوله ليك مع نادي الزمالك النهارده. ودي اقل حاجه نقدر نديها للجمهور ده كله اللي تعب معانا، والناس من الصبح بدري قاعده مستنيه تخش الاستاد، والحمد لله قدرنا نفرحهم، وباذن الله ندي البطوله ان شاء الله محمد مدحت، ربنا رب يرحمه ورب يغفر له يا رب. كله متوسم فيك اللي انت هتبقى واحد من نجوم نادي الزمالك الجايين. والله ربنا يقدم في الخير ان شاء الله، وعند حسن ظن الناس باذن الله ان شاء الله. يعني هتثبت نفسك وتعمل اللي عليك مع مستر جوميز، ولا قول لي بس هتعمل ايه؟ لا ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله، تيجي لي فرصه بس ربنا يكرم باذن الله. يا ايشو احنا مستنيين منك الكتير، واحنا عارفين ان انت لعيب كبير بشهاده كل المدربين الكبار اللي موجودين في نادي الزمالك، وجمهور الزمالك اللي انت شايفه ده عايز تقول له ايه؟ عايز اقول لهم انتوا احسن حاجه في الدنيا واعظم جمهور في الدنيا، وان شاء الله نقدر دايما كان فرحينكم، وان شاء الله نزيد من البطولات ليكم ان شاء الله. مبروك يا ايشو. ربنا يخليك حبيبي. مليون مبروك النهارده يا عموره. حبيبي يا كابتن خالد، والله الله يبارك فيك. مخصوص النهارده. حبيبي والله وشك حلو الحمد لله. عمر جابر ابن النادي اللي متأصل بحب الزمالك. حبيبي يا كابتن خالد، والله الف مبروك لجمهور نادي الزمالك عظيم. بطوله مستحقه، بطوله كان الجمهور يستحقها بصراحه. تعبنا كتير الموسم دوت، كان الجمهور لازم يفرح ببطوله، وان شاء الله تكون بدايه يعني الفتره اللي جايه يكون. انت راجع تاني عشان البطولات نادي الزمالك؟ اكيد طبعا، نادي الزمالك بيتي، وهو اللي عمل اسم عمر جابر، والواحد من اول ما مشي من نادي الزمالك، من ساعه ما احترفت انا كان في دماغي ان انا ارجع لنادي الزمالك تاني، والحمد لله رب العالمين ربنا كرمني ورجعت وقدرت احقق بطوله، وان شاء الله مزيد من البطولات ان شاء الله. الحمد لله طبعا بطوله مهمه، اللعيبه كانت رجاله فعلا، وقفلنا على نفسنا وكنا عايزين نفرح الجمهور، والحمد لله رب العالمين يعني قدرنا نكسب البطوله. عمر، توعد الجمهور بيه الفتره الجايه ان شاء الله مزيد من بطولات باذن الله. دكتور محمد اسامه، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، مليون مبروك النهارده. انا عارف ان انت من اكتر الناس اللي بتتعب وبتشتغل وبتحب نادي الزمالك. بحب الزمالك قوي، وحاسس ان احنا تعبنا ونستحق، وعملنا مجهود كبير قوي، الجهاز الفني واللعيبه والجهاز الاداري والجهاز الطبي وجهاز المهمات،
واشكر مجلس الاداره وبشكر الجماهير. اليوم مبروك النهارده يا كابتن سيف. حبيبي مبروك على جماهير الزمالك وعلى الناس كلها الحمد لله. سيف الجزيري رجع تاني بعد ماتش الاهلي. هو سيف اللي احنا عارفينه. الحمد لله، اهم حاجه المكسب واهم حاجه البطولات. جمهور الزمالك متعود على البطولات. انا عادي يعني مريت بفتره صعبه يا ودي، عادي. اهم حاجه اللعيبه كلنا كنا يد واحده واخدنا الكاس، وان شاء الله في حاجات تانية باذن الله. سيف الاهداف رجعتك تاني، اديتك ثقه. هذاك هو الفرود يعني، هذاك هو المهاجم كانت معاك بالاهداف. هذاك هو الفرود يعيش بالاهداف. الحمد لله واحد يكمل في شغله وربي يمشي يكرمه في الاخر. اول ما نزلت الملعب النهارده، اول ما شفت الجمهور حسيت بايه؟ والله ما ينفعش ان الناس دي كلها تروح يعني زعلانه ولا حاجه. ما فيش بارك الله في الناس الكل والحمد لله. ونشكر الناس كلها. تقول لهم يا سيف؟ نشكر الناس اللي جات ونشكر الناس الله يرحمها اللي توفات وكانوا معانا الحمد لله. وفي ناس يعني في اوضه اللبس، وفي ناس معانا دكاتره مسؤولين اداريين جنود الخفاء. نحب نوجه لهم تحيه، خاطر ممكن حقهم مش يتاخذ، لكن انا نحب نوجه لهم تحيه. ان شاء الله ربي معاهم ومبروك على الناس كلها. اليوم مبروك يا سيف، وجماهير الزمالك مستنيه منك الكثير وكثير الفتره الجميع العليم اكيد.